اخواتي الجامدين، السلام عليكم. حلقة النهارده انا جاي اتكلم فيها عن بعض الاخبار اللي حصلت النهارده، واعتقد يعني ان انت كمشجع يهمك تعرف ايه اللي حصل النهارده. تعال نتكلم ونبدا في اول خبر. اول خبر ان لجنه الانضباط، هتقول لي في ايه؟ اقول لك لجنه الانضباط في اتحاد الكوره تقرر ايقاف كهربا. كان ماتش بقى 8 مباريات. يا راجل ده انا قربت انسى، شهرين لسه تفتكر تقول نتيجه 8 مباريات مستنيين موافقة اتحاد الكورة لإعلان النتيجة. يعني النهاردة كهربا موقوف من نادي الزمالك، والنهاردة اتحاد الكورة بيوقفوا. ليه بقى تقول لي بيوقفوا؟ هتلاقيك نسيت. والله نسيت، أنا نفسي كنت نسيت. بسبب الهتاف اللي هتفه مع جماهير النادي الأهلي في وقت نادي الزمالك. افتكرت؟ كده أنت افتكرت. يبقى اللاعب مهدد بالإيقاف 8 مباريات. يعني متخيل لما يوقف 8 مباريات ايه اللي هيحصل بقى؟ بص، انا فاهم ان انت ممكن تكون نجم وبتلعب على وتر الجماهير، لكن بص شوف انت بتودي نفسك لفين. الجماهير تخليها مع بعضها واللعيبه مع بعضها في الملعب. انا مش مع فكره ان لاعب يخش مع الجمهور ويشتم فريق منافس ايا كان مين النجم ده. انا ما بحبش كده، الجمهور مع الجمهور واللعيبه مع اللعيبه. لكن انت تلعب على وتر الجمهور وتروح وتسيب نادي مع جمهور منافس، يا جدع ده انت كنت تقدر في يوم من الايام ان انت كنت تلعب للنادي ده. وبص الشعار ده، ما بحبش كده. والمشكله ان الناس المشجعين بيعملوا نفسهم ناسيين. مؤمن زكريا برضه كان بيعمل كده، الله يشفيه راح. بس هل احنا بنكره مؤمن زكريا؟ لا طبعا. هل بتضايق انا من كره؟ طبعا. تلاقيش لاعب لعبت في فرقه وعملت فيها تاريخ وكسبت فيها بطولات ما تنتقل يا عم عادي. لكن ليه تلعب على وتر الجماهير؟ ليه تخلي انت كلاعب، يا جدع ده انت ممكن يكون صاحبك واخوك وتخسروا بعض عشان خاطر الكوره ولاعب، وهو اصلا ولا في دماغه بيدور على مكسبه هو الشخصي. انا كنت برضه ضد امام عاشور لما بس كان في غرف الملابس اتوقف 12 مباراه وغرامه مش عارف كانت 200,000 ولا كام 50,000 مش فاكر يعني. تعالى النهارده هو 8 مباريات بس. ازاي؟ باي منطق تعاقب لاعب هتف او سب مع جمهوره قدام الدنيا بحالها، ولاعب في غرفه الملابس مع الناشئين 12 مباراه؟ ما علينا. هل القرار ده هيتطبق اي او لا؟ في ايد اتحاد الكوره. هيعلنوا امتى؟ توقعي الشخصي بعد لقاء صن داونز. وافتكر الكلام ده لو بتتابعني تفتكر ان اي كلمه بقولها لك باذن الله تطلع صح. تاني خبر برضو معانا من داخل النادي الاهلي النهارده، الاخبار النادي الاهلي هي اللي مكمله معانا. تقول لي ايه الخبر التاني؟ اقول لك اللقاء المصيري بتاع النادي الاهلي وصن داونز. بص ركز تاني بقى، المصيري، لانك انت لو انهزمت ده خلاص فانت بتحط نفسك بنسبه 99.9 انت خارج البطوله. النهارده صن داونز بيقرر فتح المدرجات تاني، فتح المدرجات باكملها ببلاش. والنبي عمرها هتحصل في مصر؟ بعيد عن الاهلي والزمالك هتحصل في مصر عمرها؟ ابدا. الاهلي اجر استاد السلام ما بيلعبش عليه، والمدير الفني الاهلي جاي يقول لك مش عاجبه الملعب، وبرضه عايز يفتح في الاستاد القاهره. وعمر الاهلي ما هيفتح استاد القاهره للجماهير ببلاش ايا كان اي ماتش. دي ميزه ان يكون الفريق عنده ملعب بتاعه حتى لو مش بتاعه. هل الادارات هتتحمل تكاليف تذاكر مشجعين؟ في مصر لا. خطوه حلوه من صن داونز انه على الاقل يحشد جماهير كتير قدام فرقه. تقول يا عم انت زملكاوي، اقول لك لا، انا بوريك بس فرق العقليات اللي بين اي دوله والتانيه. فاهمني؟ في مصر هيحصل كده لو المنتخب، والله ما هيحصل ابدا. وبيقرر كمان صن داونز حفل غنائي قبل لقاء النادي الاهلي. ربنا يستر ما يكونش حفله من كل الاتجاهات. فالاهلي لازم ياخد باله عشان الماتش ده هيبقى اصعب ماتش الاهلي في السيزون ده بحاله. الاهلي عدى الماتش ده هيروح في حته بعيده، وقع ما اعتقدش ان الاهلي يعدوا المجموعه. او بالمناسبه كمان بمناسبه لقاء صن داونز، النهارده الاهلي وكولر قرر استبعاد برونو سافيو من لقاء صن داونز والقطن الكاميروني كمان. تعالى نتكلم بالعقل. اللاعب ده احنا ما سمعناش عن اصابه. يا عم حصل اصابه، فين برونو سافيو
ده السؤال يطرح نفسه. هتيجي تقول لي يا عم برضه تاني انت زملكاوي وبتحرض، يا عم بالراحه. هل انت كاهلاوي مقتنع ان مشاكل دي كلها برونو سافيو هو برضه اللي عنده مشكله، ولا كولر مش مقتنع بيه؟ خلينا نكون صراحه، انا عن نفسي مش مقتنع برونو سافيو كلاعب برازيلي يجي الاهلي. الله يمسيه بالخير تركي الشيخ لما كان في مصر كان جايب لي نوعيه لعيبه لو قعدنا باداراتنا كلنا نجيب اللعيبه دي مش هنعرف، وانا وانت عارفين ليه، مش لازم اوضح يعني. فانا قلت لك قبل كده ان شكل كولر مش مقتنع ببرونو سافيو نهائيا، وانسى برونو سافيو لنهايه الموسم. انا اللي بقول لك اهو وعلى ضمانتي. رابع خبر هنهي بيه بلقاء نادي الزمالك والشباب بلوزداد، اللقاء برضه المصيري بالنسبه للزمالك. اقسم بالله لو انهزمنا لو فيكم في 60 داهيه. النهارده الزمالك بيقرر سفر الفريق بطريقه خاصه، يا ذكريات اما كنا بنروحوا ماتشات مهمه بطريقه خاصه، حاجات والله نسيناها خالص. فالزمالك هيسافر الجزائر بطريقه خاصه، مفيش بعد كده راحه. اقسم بالله هروح تاني فيكم في داهيه لو الزمالك ما كسبش شباب بلوزداد. مش تعشمني في الاخر ما تكسبش. لقاء مصيري جدا 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 زي لقاء النادي الاهلي، لو الزمالك عدى منه هيبقى في استقرار. بس هقول لك المهم فين. المهم دلوقتي ان انت عندك لقاء مع نادي انبي في الدوري. ورساله تانيه لجمهور نادي الزمالك، رساله رقم 2، عمليه مهمه. مباراه انبي لازم تكون الدعم للعيبه عشان ماتش شباب بلوزداد. احنا لو عدينا ماتش شباب بلوزداد ده خلاص احنا في حته تانيه باذن الله. لو اللعيبه استرجلت، ما هقول لك على حاجه، في ماتشات كده ما ينفعش معاها خطط ولا تكتيكات ولا ايه، لازم تكون راجل في الملعب تكمل بالمستوى اللي انت ماشي بيه. خد بقى المستوى بتاع النشوه ده واطلع بيه لقدام، زق جمهورك وزق نفسك واطلع لقدام. خلاص عديك كبوه واثنين وثلاثه، مش هقعد طول الموسم اتضحك على وش. لازم نكمل، ما تشمتوش الناس فينا ابوس ايديكم. في النهايه ده كان ملخص صغير للاخبار اللي حصلت النهارده. لو اول مره تشوفني تعمل لايك وفولو وشير، وان شاء الله اللي جاي كله هيكون خير. كان معكم الأنز، اشوف حلقه جديده، سلام.